مبسوطة النهارده ان انا معايا الباشمهندس محمد الصاوي منورني على شاشة البغدادية. برحب بيك ودايما منورني. اهلا بيكي، نورك ستي، اهلا بيك. الف مبروك على مرور 11 سنة النهارده على ساقية الصاوي، ويمكن ده حدث جميل موجود. كوكبة كبيرة من النجوم النهارده جايين يهنوا ويباركوا، وفي كمان من المكرمين. عايزينك تكلمني النهارده عن الحدث. والله احنا يعني بنعتبر ان اليوم ده من اهم ايام الساقية، وان شاء الله يكون نقطة تحول حقيقية بوجود هذه المجموعة الكبيرة الجميلة من المفكرين والمبدعين والمؤمنين برسالة الفن والثقافة. وأنا بعتبر أنه وجودهم إن شاء الله هيضاعف من قدرة الساقية على رسم الطريق، وبعد كده يبقى علينا الاجتهاد في يعني التحرك على هذا الطريق المرسوم بعناية، لأن أنا مقتنع دايما أنه الأهم في أي مشروع هو وضع الخطة بدقة وبرؤية متكاملة، وبعدها يبقى مسألة التنفيذ دي مسألة منهجية لها علوم الإدارة غطتها كويس قوي. إنما عشان يبقى فيه أفكار ذات قيمة ويبقى فيه عمق يعني وتنوع في التناول، أظن إن إحنا محظوظين جدا النهاردة وإحنا نجتمع أو بنطرح على المجتمع المصري والعربي والعالمي إن شئتي ميلاد مجلس مفكري الساقية. يمكن احنا كمان شفنا من المكرمين النجم العراقي نصير شما وغيره. تبادل الثقافات مع الدول العربية ده شيء مهم جدا، ويمكن عايز اعرف في الفترة الجاية لجنة مفكري الساقية هتعمل ايه؟ أنا متصور طبعا إن البعد العربي لا غنى لنا عنه، وإحنا في الآخر يعني أنا حلمي طول عمري إن إحنا الواحد يقدم نفسه في أي مكان بأنه عربي، فلما يسأل عن تفاصيل فيقول من مصر أو حتى من الإسكندرية أو حتى من أسوان، إنما يظل العنوان الأول هو عربي. والفنان نصير شما أحب يجيب هذا السؤال بأنه يقول أولا عربي، ولما الناس تقول له منين تحديدا فيقدر يقول من بغداد أو من البصرة أو من أي مكان. انا عارف ان هو من الكوت، مش كده مظبوط؟ ففنان نصير شما، بس عشان ما اقدرش اتجاوز كده اسمه بسرعه، لا وانا بقدمه على المسرح حرصت اقول هو مؤسس الساقية الحقيقي قبلي، لانه الفنان نصير شما كان من اول من استجابوا لدعوه تقديم فنهم في هذا المكان، وهو بعد يعني له تجهيزات محدوده جدا وبه الكثير من العيوب حتى الفنية الصوتية وغيرها، وتحمل معنا ووقف إلى جانبنا. فأنا يعني دايما في كل فرصة ومناسبة بحرص أنه يكون شريكنا الحقيقي فيها، وانتظر منه الكثير. هو شخص مبادر، هو شخص تصدى لفكرة تأسيس بيت العود العربي، والأفكار كثيرة جدا. المهم أنه يكون وراها من يؤمن بها ومستعد للتضحية في سبيلها حتى تتحقق. اكيد هنتابع لجنه مفكري الساقية هتعمل ايه في الفتره الجايه، ودايما منورنا على شاشه البغداديه، وبشكرك على المجهود الرائع اللي حضرتك عامله. جدا، انا سعيد جدا بتشريفكم وتغطيتكم، وكل التوفيق لهذه القناه بشهد لها حرصها الشديد على خدمه الثقافه